اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أهش وقطرة كيكة وازاي يطلع لونها فاتح من جوه، طعمها رهيب جدا وفي أكبر صينية عندي اللي هي صينية مقاس 30. نبدأ الفيديو بتاعنا على طول وما تنسيش الذكر بتاع النهاردة، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. في البدايه خالص انا جايبه كوبايه ونص من السكر، او اول عامل اللي بيخلي لك الكيكه بتاعتك لونها فاتح كده زي ما انت شايفه من جوه هو السكر لازم يكون لونه فاتح زي ما انت شايفه. نزلت على طول في اي بوله عندي بكوبايه ونص من السكر عندي كان حبيبات ولونه فاتح. نزلت على طول عليها بثلاث بيضات وكمان معلقه صغيره من الفانيليا، ويفضل تكون فانيليا خام او تكون معلقه ممسوحه لو فانيليا خام، مش لو هي مش فانيليا خام انزلي تقريبا باربع اظرف من الفانيليا. معلقه كبيره من الخل عشان تودي ريحه البيض تماما، والكيكه كمان تقعد فتره عندك من غير ما تبوظ لو انت هتقعديها اكتر من يوم ولا حاجه، مع ان انا واثقه ان شاء الله ان هي هتخلص على طول. ابداي بقى قلبي لحد ما تتاكدي تماما ان السكر داب تماما مع البيض ومعلقه الخل ومعلقه صغيره من الفانيليا. لازم السكر يكون اختفى تماما، ما يبقاش بيخروش ولا اي حاجه. نزلت على طول بكوبايه من زيت الذره او زيت عباد، اي زيت متوفر عندك، وافضلي قلبي كويس جدا. الكيكه ازاي تبقى هشه جدا معاكي وتبقى فاتحه كده اهو، ان انت تقلبي كويس جدا بمضرب يدوي مش مضرب كهربائي ولا حاجه. نزلت كمان بكوبايه ونص من الحليب، والحليب هنا كان بيغلي زي ما انتم شايفين كده اهو. تسخني الحليب بتاعك لحد ما يغلي، وعلى طول سمي الله كده اهو، انزلي بيه على الخليط واستمري في التقليب لحد كمان ما تتاكدي ان السكر داب تماما وما بقاش ليه اي اثر. وانت بتقلبي كده بتشوفي القاع على فكره بتاع البوله بتاعتك عشان تتاكدي ان السكر بتاعك داب وما فيهوش ولا نقطه واحده بس من السكر. هنزل على طول باول كوبايه من الدقيق، عليها رشه واحده بس من الملح، اي دقيق متوفر عندك ينفع. انا بجيب دقيق الفيروز، الضحى، الخير، اي دقيق مغلف او حتى سايب، اهم حاجه تنخليه كده هو نخله تمام. نزلت باول كوبايه، وبعد كده ابتديت ان انا على طول اقلب الخليط بتاعي، وادي تاني كوبايه بالشكل ده، وهبدا ان انا اقلب لحد ما الدقيق يختفي تمام. فاكرين الذكر بتاع النهارده كان ايه؟ كان اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. انا شيرين حمدي ودي قناتي، ولو عجبك الفيديو ما تنسيش اللايك. كل الوصفه بتاعتي هتلاقيها اسفل الفيديو، المقادير بتاع الوصفه بتاعتي هتلاقيها اسفل الفيديو في صندوق الوصف. ادي تالت كوبايه من الدقيق بتاعي، هفضل اقلب فيها كده لحد ما تختفي تماما. يبقى الثلاث كوبايات من الدقيق حطيناهم الى الان، وكل كوبايه بقلب منها. بصوا وانا برفع المضرب كده اهو، تحسوا ان لسه هي ايه، يعني تحسي ان هي سايله مش نازله كده اهو زي الشريط او زي الخط الواحد. نزلت كمان بحوالي معلقتين ونص هرميين من الدقيق، يعني تقريبا اقل من نص كوبايه كده بحاجه بسيطه، عليهم كيس كامل من كيك شيف او بيكنج باودر، ويفضل تستخدمي كيك شيف. وبعد كده اهو قلبي الخليط ده لحد، بصوا افضلي قلبي كده اهو لحد ما يبقى نازل منه شريط كده اهو، او يكون نازل خط واحد. انا زودت هنا رشه فانيليا، يعني الفانيليا اللي انا مستخدماها كده اهو زي ما انتم شفتوا تقريبا معلقه صغيره من الفانيليا. ريحتها كانت قلبة الدنيا. استمريت في التقليب بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا انا مولعه الفرن بتاعي على درجه حراره تقريبا من 180 ل 200، لو الفرن بتاعك واطي شغليها على 200. بصي بقى الاسباتيولا لميت كل الحواف اللي على البوله بتاعتي، وجبت من تحت والفوق بالشكل ده. دي صينيه مقاس 30 عندي، دهنه زيت كده ومش كبيره قوي، وهنا معلقه من الدقيق علشان ابطن الدقيق. وابدأي بقى خبطي كده هو يمينا ويسارا على الصينيه بتاعتك علشان تتغلف وتتبطن بالدقيق، علشان الكيكه بتاعتك ما تلتصقش في الصينيه. افضل الصواني اللي انت بتستخدميها هي الصواني الالمونيا في الكيك بالذات. هنا بقى هبدا على طول اقول بسم الله وانزلها بالشكل ده. بصوا بقى الجمال والحلاوه، رهيبه جدا، سهله وسريعه وبسيطه، ما خدتش معايا اي وقت. بعد ما خلصتها بقى المفروض تجيبي كده سكينه وتعمليها كده خطوط عرضيه وطوليه علشان ما يبقاش فيها اي فراغات من جوه، وتخبطيها بالشكل ده. قعدت في الفرن من 35 دقيقة ل 45 على حسب الفرن، ما بتحتاجش الشواية خالص، هي بتبقى مظبوطة كده. استني عليها لما تبرد وابدأي على طول قطعيها، وهتكون روعة بمشيئة الله. يا رب فيديو النهاردة يكون عجبكم. لو عجبك الفيديو ما تنسيش اللايك، والأهم اللايك وذكر الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. شكرا لكم والسلام عليكم.